السلام عليكم ورحمة الله. عارفة أن الصلاة مهمة في حياتنا كاملين، ولكن عمرك وقفتي وسولتي راسك فين كيمشي عقلك في الصلاة؟ اليوم بغيت نحكي لكم شنو اكتشفت من خلال تجربتي. كنت كنصلي ولكن عقلي كاين في بلاصة أخرى، كنقرا ونكمل الصلاة ولكن من الداخل كاين شرود كبير. ملي كنكمل الصلاة كأنني ما خديت والو منها، وكنت كنطلب من الله سنين: يا رب علمني نصلي بخشوع. حتى واحد النهار بديت نلاحظ ماشي الصلاة ولكن شنو كيوقع ليا داخلها. الأفكار كتجي وكتدوز، ومرة كتشدني وتمشي بيا، ولكن ملي بقيت غير كنشوفها وبنفس الوقت كنكمل الصلاة بدات شي حاجة كتبدل بشوية. بديت كنرجع وبديت كنحس بالحضور، وهنا فهمت أن الخشوع ماشي حاجة كتجي دفعة واحدة، ولكن كنرجعوا ليه كل مرة كنفيقوا فيها. ومن هذيك اللحظة فهمت بأن الصلاة ماشي غير ركعات. الصلاة كتخليك تنتبه للأفكار اللي كتدور في عقلك وانت أصلا ما واعيش بها. كتخليك تشوف واش انت شاد في راسك ولا أي فكرة كتجي كتديك معاها. ملي بديت نلاحظ هادشي فهمت حاجة مهمة، فهمت بأن الصلاة كدير واحد الجسر بينك وبين نفسك، وملي كيتبنى هاد الجسر ما كتبقاش كديرها كواجب ولكن كمحراب كترجع ليه كل مرة تحس أن الحياة خداتك من راسك. ومن هنا فهمت علاش ما خاصناش نفرطوا فيها، حيت ملي كنت كنضيعها كنت كنحس براسي تايهة وما عارفاش علاش، شي حاجة ناقصاني وما فهمهاش. وهذا كيوقع الناس بزاف وماشي عيب. العيب هو نبقاو بعيدين وما نسعاوش نرجعوا وما نطلبوش من الله يعاوننا نصليو بخشوع، حيت الخشوع ماشي حاجة لله، الله غنية لينا، ولكن هذا الخشوع هو اللي كيحيينا حنايا.